البرنس شعب مصري. ايه يا ابني مالك قاعد كده ليه؟ احنا بابا جعانين انا وشلبي وفوزي وسمارة وما اتأخرت قوي يا بابا اتصرف. طب وانا اعمل لكم ايه اللي اتصرف؟ اتصرف بقى. حاضر، طيب احضر لكم الاكل. خليك قاعد. هشوف اخرتها معاكم ايه. طب انا احضر اكل ليك وليهم. لا يا بابا انا عايزك انت اللي تأكلني. هو انا احضره كمان اكلك؟ اه ماليش دعوة. ما انا لو اكلتك الباقي هيشبط ان انا اكله ببقه. ماليش دعوة انا اللي اكل بقى. ماشي يا اسلام ماشي. يلا يا فوزي اقعد مكانك، يلا كل مش هتاكل في بقك انت كمان. اتفضل يا ست سمارة كل اشوف اخرتها معاكم ايه. اكلك اهو، يلا. يلا يا عم فوزي اقعد لي هنا. فوزي ياكل الاول. يلا كل حبيبي، يلا. عارفين لما كلتوش عدل عليا النعمه اللي ما هياكلش عدل النهارده هغزه. احنا كده يا بابا مش هناكل تاني ولا؟ لا يا اخويا هتاكل كل. كل علي انت هنا رايحه فين؟ قول يا فوزي امسك نفسك. احكي لك في بقك انت كمان. كل كل شكلك انت اللي هتتغذي في الاخر. كل يلا انت التاني كل. شاطر. ايه يا وزة مش عايزه تاكلي ليه؟ هتخرج بالنار لو ما اكلتيش. لا يا اخويا ما كشرش كل. يلا يا عم انت كمان كل. خدي طيب، خدي خلاص ما تزعليش. خدي 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 ما تزعليش. لا اللي يقع في الارض ما تاكلوش. عاجبك كده؟ ينفع حاجه تقع في الارض وناكلها؟ شاطر. سبتها كل دي. برافو عليك. يلا كل. ادي اخرة اللي يخلف اكتر من واحد. يعني ماله تحديد النسل؟ ماله لما تخلف عيل واحد لازم تخلف يمين وشمال وتفضل تاكل ومرمطه وبهدله بالمنظر ده، واللي يطير واللي ينزل واللي يقعد؟ ما ينفعش. انا قلبي اتوجع. ينفع كده؟ ماشي احنا بابا جعانين. طب يلا كل. الحمد لله اكلتهم وخلصت منهم. اكل انا بقى. تاكلوا معايا. ونجمنا النهارده كان فوزي. فوزي ده وراه الصحراوي. بيعيش في اغلب صحاري مصر. بيعيش في سينا، بيعيش في صحراء الفيوم، بيعيش في مطروح. تعرف فوزي في البيئة الطبيعية بتاعته بياكل ايه؟ بياكل فئران سحالي وتعابين وطيور. صح. الورد الصحراوي من السحالي اللي بتاكل اي حاجة ممكن تيجي على قد بقها ايا كانت ايه هي.
طيب وفي القسر تعرف احنا ممكن ناكله ايه؟ فراخ نية، لحمة نية، بانيه ني. صح. وفي القسر من اكتر الحاجات اللي بتتأقلم في القسر، وممكن ياكل اي حاجه، ممكن يتعود على اي اكل عندك، تعوضه ممكن بقطع فراخ، قطع لحمه، بيض مسلوق، ممكن تاكله فران مايس، فران ريد صغيره. الورل الصحراوي في طبيعته محدش يعرف يقرب منه. ربنا مزوده بفك قوي، بس هي المشكلة مش في قوة الفك لوحدها، لا، هو الفك لو عضك هيسبب لك أذى، بس المشكلة كلها في اللعاب بتاعه، لأن اللعاب بتاعه بيضم أكتر من نوع بكتيريا مع بعض. فالعضة دي لو وصلت للدم ممكن يعمل لك تسمم في الدم، أو ممكن يعمل غرغرينة في المكان اللي هو عضك فيه. فلو شفنا أي ورل صحراوي في الطبيعة ما نحاولش إن احنا نقرب له، لأنه ديله قوي جدا في ضربه. تاني حاجة فكه وحش قوي بسبب البكتيريا اللي موجودة جواه. فبس هو ممكن يستأنس، ممكن يتربى، ممكن يبقى جميل خالص، ممكن يسمع كلام زي ما احنا شفنا، ممكن تأكله ببقه، يبقى الأكل قدامه ما يرضاش ياكل غير لما انت اللي تأكله. ف كائن جميل، أنا بعشقه، بحب بربيه جدا، ولازم يكون في مجموعتي. فأنصحكم إن انتوا تربوه، وهو مش مؤذي خالص. الورل الصحراوي فيه ميزة عن بقية الزواحف، إن لسانه مقسوم اتنين زي التعبان. دي يعتبر ميزة، لأن حاسة الاستشعار عنده للروايح وللفرايس بتاعته بتبقى أعلى بكتير، فممكن يجي من مسافات كبيرة جدا على الفريسة بتاعته. في الشتاء لازم نوفر درجة حرارة معينة أو مناسبة ليه، لأن الورل من الحاجات اللي ممكن تصوم منك وتصوم لفترات كبيرة جدا، فلازم توفر له درجة حرارة مناسبة، وفي نفس الوقت ما تقطعش انت عنه الاكل. حاول في الشتاء بالذات تبقى الوجبات بمواعيد معينة او متتالية، ما تحاولش انت تقطعها. بس هو زاحف جميل، و اتمنى ان يبقى ليه شعبية اكتر من كده، او الناس تفهمه اكتر من كده.